السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سيادة القاضي المسؤول عن قضية المغدور عبد الله الأغبري، يكفيك التأجيل من جلسة إلى جلسة أيها القاضي. هل تعلم ما هي الخسائر التي يقدمها أهل الأغبري لتحقيق العدالة؟ أيها القاضي، لقد باع أهل المغدور كل ما يملكون وصرفوها في أروقة المحاكم. أيها القاضي، الكل يعلم أن عائلة الأغبري مستورين الحال، وهم أسرة فقيرة يعلم حالهم الله وحده، ولولا وقوف الشعب والشرفاء معهم لضاعت قضيتهم. لماذا تماطلون وتسوفون في القضية وقد اعترف القتلة بالجريمة؟ نناشد كل من يهمهم الأمر، نناشد وزير العدل اليمني، نناشد كل الشرفاء في اليمن التضامن مع أولياء الدم، لأن القضية بدأت تنحدر عن مسارها. أيها الأحرار، إن لم تنتصروا للشهيد المغدور عبد الله الأغبري فلا خير فيكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.